خطير خطير جدا. تسريب صوتي يفضح مسيلم الكذاب المتسرب المدرسي هشام، وبين بأن هذا الرجل عنده زوز وجوه، ما عندوش مبدأ وما عندوش ان برانسيب. البرانسيب تاعو المبدأ تاعو هو كيفاه يرفع الباز وكيفاه يرفع نسبة المشاهدة وكيفاه يدخل الشبة. التسريب هذا بعدما استضاف معزوزي في البث تاعو ورفع به المشاهدة ودخل به الشبة ودخل به الدراهم، يمدح فيه ويقول باللي معزوزي راجل عليكم، وبأن معزوزي هذا قلبه قريب الشخصية الوطنية وقلبه قريب من أولئك اللي فجروا الثورة. هذا الفيديو هذا التسريب يوضح بعد ذلك كيفاش هذا مسيلمة يوضح الوجه الثاني تاعو، كيفاه يسب في معزوزي مورا ظهره ويشتم فيه ويقول باللي خاين. هذا هشام له مبدأ، هو شكون يدفع الأكثر، ومبدأ هذا هو أنه باش يوصل هذا المبدأ، باش يدخل دراهم وباش يرفع نسبة المشاهدة، يلزم يفرق الجزائريين ويلزم يمسخ كل أولئك الأحرار الوطنيين. وهذا سيتضح الآن بعد ما تسمعوا التسريب هذا الأول. التسريب الأول هذا كلام حين يمدح معزوزي. معزوزي تحل عليكم، معزوزي راجل عليكم، معزوزي ما تبدلش، معزوزي. وهذا الوجه الثاني لمسيلم الكذاب المتسرب المدرسي هشام، كيفاه يصف فيه معزوزي بأنه كلب بعد ما كان يمدح فيه وكان يشكر فيه ويقول راجل عليكم ويسب الجزائر بسبابه، لأن هذا معزوزي معروف على أنه وقف موقف سلبي من حركة الماك ودافع عليها لما نادت بتقسيم الجزائر وتقسيم منطقة القبائل والشتم وكذلك التحريض على الانتفاضة داخل الجزائر. معزوزي كان مع هذه حركة الماك ويقول الديمقراطية تفرض علينا باش نخليهم يسبوا ويشتموا. وكذلك معزوزي في هذا الفيديو لما خرجوا كان يقول باللي كنت نرمي سيارات الشرطة بالحجارة وكذلك نرمي الشرطة بالحجارة. هنا خرجوا باش دار به الباز ودار به يعني حرقوا، والوجه الثاني تاعو يعني باش دار به الباز ودخل به الشيبة، والوجه الثاني دروك هذا بعد ما كان يصوره لنا معزوز بأنه رجل وطني. التسريب هذا يفضح هذا الوجه الثاني لهشام هذا ويوضح كيف يصف معزوزي بأنه كلب. كومنت قال لهم انا اللي طرحت له السؤال وقلت ان شاء الله ما يجاوبنيش، وقال لي نو كومنت. بعد لاميس ديت عليكم معزوزي ما تبدلش، معزوزي ولا غير كلب على بالك. قال لي نو كومنت، قال لهم انا اللي طرحت له السؤال وقلت ان شاء الله ما يجاوبنيش، وقال لي نو كومنت. بعد لاميس ديت هذيك ترجمها بمعنى واحد اخر وبلا ما نذكر اسمك، فهمت؟ باسكو واسمو معزوزي راه يغلط في الناس. إذا تسمعوا يا إخواني وتسمعوا. أنا ما نكلمش المبردعين على بالي لأنهم خلاص قدسوه ووصلوه جعلوه في منصب تاع إله، يعني يعبدوه رغم أنه مستواه رابعة. رغم ذلك المبردعين هذا واللي ما عندهمش مستوى ثقافي مستوى علمي راهو يبردع فيهم ويدي فيهم كما يجيبوا، بدليل أن كلما تتكلم تنتقد هذا الشخص وتفضحه يقول لك يحيى هشام ويحيى معزوزي، ورغم أن ذلك المفروض الإنسان يقول تحيا الجزائر وليس تحيا هؤلاء الأشخاص، وتقول تحيا أبوك وأمك. أما هؤلاء الأشخاص فنسأل الله العافية. هذا الفيديو هذا يوضح فيه الوجه الثاني تاع هشام هذا، كيفاه يقول بأن معزوزي كلب ويقول بأن معزوزي خائن وراه يغلط في الناس. يعني تشوفوا الفرق بينه. فيديو الأول لما كان في وجهه كان يقول باللي راجل وكان يقول بأنه هو خدم الجزائر. تصوروا انت معزوزي خدم الجزائر وخرج فيه يعني في القناة تاعو ودار به الباز، والآن الوجه الثاني هذا كيفاه موراه كيفاه يسب فيه ويشتم فيه ويقول باللي كلب وخاين وراه يغلط في الناس. ولما نجيو نتكلموا يدير لنا فيديو يقول لك رفيق وحيد عنده زوز وجوه، هاو مرة ودراجي عنده زوز وجوه. الآن بان في هذا التسريب كيف هذا الشخص عنده زوز وجوه. الهدف تاعو
الهدف تاعو هو ما يهمه لا بالماضي، ما يهمه لا الجزائر، ما يهمه لا كرة القدم الجزائرية، لأنه لا علاقة له بالكرة. ولو تتبعوا الفيديوهات تاعو تدخلوا على القناة تاعو، في فيديو حاول تحليل مباراة تاع مانشستر سيتي، حاول جاب واحد المختص وحاول يحلل معاه، دخلها في حيط. قسما بالله يا إخواني غير ضحكة كبيرة. ولهذا إخواني شوفوا هذا الشخص هذا لا علاقة بالكرة. لما تشوفوا الفيديوهات تاعو شوفوه غير سب وشتم المقملين، ويعير الناس بالقمجة وأمور أخرى، يعني لا تمت للمبدأ ولا لكرة القدم بصلة. هذا الوجه الثاني لهذا يا المبردعين اللي راكم تتبعوا فيه وتشوفوا كيفاه يعني يتكلم، يعني في الوجه كما يقولوا أمراية ومن وراء الظهر أمقص. هذا الإنسان هذا، ولعل البعض منكم يقول لك حتى الآخرين يقولوا الله يشر، لا، هو من 2019 هما يسب ويشتم. هادو ردوا عليه، وتشوف يعني وقتها نشأت القناة تاعو، ووقتها نشأت القنوات هذه اللي راهي ترد عليه، فرق كبير. إذا من حق هؤلاء يدافعوا عن الجزائر ويدافعوا عن الكرة الجزائرية ويردوا على هذا الشخص. والآن تشوفوا هذا باللي ما عنده حتى مبدأ، هذا اللي بدانا به رب العالمين. وناس يخرجوا للخارج يولوا يقبضوا في أموال كما أمير ديزاد، كما الشنوي، كما هشام هذا، كما غيره يعني من أولئك يعني يسبوا في الجزائر في الخارج، ونتحداهم يدخلوا للجزائر هنا ويعبروا عن رأيهم. أول ما يدخلوا للجزائر على باله الإنسان هذا راح الأمن يطلقوا في المطار لأنه عات في الأرض فسادا وشوه صورة الجزائر. هذا الشخص اللي عنده ربعة متوسط، ما هو متزوج، ما هو داير أسرة، ما هو يزور والديه، لأنه على باله واش دار. لو كان حقيقة هذا إنسان وطني وراه يخدم في الجزائر، يهود إذا كان راجل ويجي للمطار. هادو إخواني، هادو باش عرفوا الناس هذه فما تبع. احنا ابتلينا بأناس ما عندهم لا مستوى ثقافي لا ولد، بمجرد أن يدير قناة ويدير فيها الباز ويولوا عنده متابعين كثر، الناس تولي تحطوا هو الزعيم وهو الرجل الوطني، ويتبعوه حتى وإن كان مستواه في الحضيض. نشوفوا هذا نعني لما يتكلم حتى طريقة التعبير تاعو، حتى من حيث اللغة، من حيث الكلام، من حيث المبدأ كذلك اللي يطرح فيه، نجد أن هذا الشخص وكأنه عمره ما قرأ في مدرسة. هذا والناس علاش تتبعوا؟ لمجرد أنه عنده نسبة مشاهدة مرتفعة. والعبرة يا إخواني اللي يتبعوا حقيقة الناس الأحرار الوطنيين يتبعوا الجزائر، العبرة هي مش من كثرة المشاهدة ومش من كثرة يعني المتابعين، لأن هذاك الشخص الحاج اللي دار تاكلوا الدجاج نسبة المشاهدة عنده طلعت ملايين، فهذا يجعل منه زعيم. كذلك المغنيات واللي يتعراو في الفيديوهات وفي الوسائط الاجتماعية عندهم نسبة المشاهدة مرتفعة، فهل هؤلاء على حق؟ لا. العبرة بالمبدأ، والعبرة بأنك تكون وطني تدافع على بلادك وتوقف في وجه هؤلاء العصابة. إذا هذا يا جماعة كيف تعمل عصابة سيدي موسى، وهذا الفتان الذي زرع الفرقة بين الجزائريين، ونسأل الله العفو والعافية.